السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني جدا، وكالعادة التصريحات والضحك من البائس المحلي المديون الحصالة اللي خرج من كل بطولة هو مشارك فيها رسميا. مفيش اي حاجة قدامه، مفيش اي امل لاي بطولة قدامه السنة دي، ولسه عمالين بيصيحوا سايبين فرقتهم المتهلهلة من فرق الدوري كله، وجايين بيبصوا بس على نتائج النادي الاهلي وعلى مشاركات النادي الاهلي وعلى اللقطات التحكيميه للنادي الاهلي. هو ده اللي شاغلهم كالعاده. مين بقى البائس الجديد؟ احمد دويدار. بيقول لك ايه؟ نفس التصريح بتاع كل مره، نفس التصريح، ولكن النادي بيختلف. مره طلائع الجيش، مره غزل المحله، المره دي بنصيب من نادي المقاولين. بيقول لك نادي المقاولين العرب لو لاعب الترجي هيكسبوا سكور. يا عم ماشي تمام. ليه بقى؟ بيقولك علشان الترجي نتائجه متذبذبه ومستواه وحش. طب الاسماعيلي اللي شايل من طوب الارض وجا رزعك وسكعك 2-1، يا حصاله يا حصاله يا خامس الدوري. الاسماعيلي ده مش واقع؟ مش رايح في داهيه؟ مش كان من شهرين مهدد بالهبوط؟ مش كان في اواخر الدوري؟ يعني انت اما لبست نضاره ما عرفتكش انا كده؟ لما لبست نضاره يعني بقيت زيي؟ فكر نفسك هتاخد دوري ابطال افريقيا. يمكن العيب في النضارة يا عم، يمكن ربنا يكرمنا والعيب في النضارة. فانا مش فاهم. واحد فريقه خامس دوري وخسران من الاسماعيلي اللي كان بيصارع على الهبوط. الاسماعيلي بقى مستقر في الدوري بعد ما كسبك انت يا حصاله. جاي بتقول المقاولين يكسب الترجي؟ طب والاسماعيلي اللي كسبك؟ طب وبروكسي اللي درجه ثالثه ما علقتش ليه على الخساره دي من فريقك اللي اتطرشم من فرق الدوري كله؟ وجاي وحتى يعني مش مكفيه بس الخساره من اقل فرق الدوري، لا ده رايح بيكسب فريق في الدرجه الثانيه بالاحتواء. لولا ضربتين الجزاء الصحيحتين اللي ما اتحسبوش كان زمانه خسر من بروكسي زي ما قبل كده خسر من بني عبيد. حاجات مش غريبه يعني على نادي الزمالك. فانا مش فاهم. انت كده زملكاوي جدا، انت كده خلاص مفيش منك، انت كده يعني بتزعلنا. الكلام ده بيضحكنا، يعني الكلام ده بيضحكنا مش بيزعلنا. نيجي للمحترم والتصريح المحترم من الكابتن حلمي طولان. يعني بغض النظر ان هو زملكاوي او ايا كان انتمائه ايه، لكن هو بيتكلم كناقد رياضي. بيقول لك النادي الاهلي يدار كمنظومة باحترافية من ساعة ما وعيت على الكورة، وهو النادي الاهلي من اول ما تأسس لحد النهاردة. فابراهيم فايق بيقول له ليه لما بتجيب سيرة الاهلي بتكون حريص تتكلم عنه بشكل كويس؟ رد الكابتن حلمي طولان وقال له لاني ابقى راجل مش صادق وغير واقعي وافقد مصداقيتي بشكل كبير لو قلت غير كده. انا زملكاوي غصب عن اي حد، بس لما تيجي سيرة الاهلي لازم تتكلم عنه باحترام لانه يستحق كده، واحنا شايفين دلوقتي العملية واضحة مش محتاجة الرأي. كل الشكر للكابتن حلمي طولان. والرسالة دي اصلا هو مش قصده يوجهها لجمهور الاهلي، ولا قصده يوجهها للكيان الاهلي ولا الاعلام الاهلي. هو الرسالة دي قاصد بيها ان انا زملكاوي غصب عن اي حد، غصب عن اي بائس محلي مديون ومنسحب، لكن بطلع وبقول الحق. انا شايف قدامي كيان كبير كل مدى بيكبر، مش انا اللي ههده، مش كلامي مش هيهده، عكس ما ان انا شايف فريق كبير كل مدى بيصغر، ومع ذلك بحاول اعليه وبديله فوق حجمه وبشيد بيه على الفاضيه والمليان زي ما بيحصل من زملائه السابقين في نادي الزمالك. هو دي الرساله اللي بيوجهها، ان انت الحاجه الكبيره مش كلامك اللي هيوقعها، والحاجه الصغيره مش كلامك اللي هيعليها. مجهودك وفعلك وان انت تتقي ربنا في شغلك كويس هتعرف تطلع وتنهض بالنادي اللي انت شغال فيه. زي الكابتن زي الاستاذ خالد عبد العزيز، لان الكلام ده مهم جدا، وانت اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا جدا. هي دي نقطه قوه النادي الاهلي ونقطه ضعف نادي الزمالك. كابتن خالد عبد العزيز بيقول ايه؟ المؤسسه التي تعتقد ان العالم باسره يقف ضدها، وان المؤامرات من جميع الاطراف تحاك لتعطيل مسيرتها، وان ما تستحق من الدعم والاشاده لا تاتيها بينما تنهال على غيرها.
على القائمين عليها أن يراجعوا أفكارهم وأدائهم ويصوبوا أخطاءهم قبل أن يتتبعوا ويراقبوا وينشغلوا بأمور المؤسسات الأخرى. مين بقى الاستاذ خالد الكلام عبد ليه العزيز؟ ومجليه، ما هو الكلام ده لحد ومجليه. مين بقى الاستاذ خالد عبد العزيز ده؟ زملكاوي جدا، واعلن ده اصلا. كان وزير الشباب والرياضه السابق، ووزير الشباب والرياضه الحالي زملكاوي برضه. أستاذ أشرف صبحي. فكابتن برضه كان له تصريح سابق قبل كده. الاستاذ خالد عبد العزيز قال اكتر فريق الوزاره سندته الفتره الاخيره هو الزمالك. ازمه القيد مين اللي حلها لك؟ الوزاره. ازمه الديون اللي عليك مين اللي حلها لك؟ الوزاره واتحاد الكوره. ازمات كتير جدا بتحصل لنادي الزمالك مين اللي بيحلها؟ اصلا النادي الاهلي في الفتره الاخيره ما مرش بازمه عشان يحتاج حد يساعده. بالظبط. الاهلي ما عندوش ازمات الاهلي في تاخر الفلوس اللي له عند الرعاه، انما الاهلي كازمه ما فيش. الاهلي كمشكله حصله له ما فيش، بالعكس ده ما حدش واقف جنب الاهلي زي خطاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 اللي اتخبى، ولا 2022. وميدو، كابتن ميدو العالمي اللي يقول لك احنا هنوقف النشاط الرياضي في مصر. الاهلي لو عايز يوقف النشاط الرياضي في مصر بتكه كده للاتحاد الدولي او محكمه الفيفا عموما، يبعت له بس يقول له احنا عندنا نادي مديون ما بيدفعش حاجه والدولي شغال والدنيا شغاله مع زي اصلا يعني هو بيقول لك الاهلي لجأ للقضاء الاداري. طب ما الزمالك لجأ للقضاء الاداري قبل الاهلي في قيد الصفقات. بالظبط. والقضاء الاداري اللي هو اصلا ملوش علاقه باتحاد الكوره سمح للزمالك بقيد الصفقات، حاجه مش في تخصصه، في غير وقتها وفي غير وبعد ميعادها بشهرين. الفضيحه الاكبر واللي بتثبت ان الزمالك مفيش مؤامره ومفيش الكلام ده الكابتن عفت نصار. الكابتن عفت نصار بيقول لك ايه؟ بيقول لك في سمسره في نادي الزمالك، وفي لعيب عقده مكتوب 14 مليون وهو بياخد 4 مليون بس. والنيبوسا كان مكتوب له كان المفروض ان هو ياخد، يعني مكتوب في العقد ان هو مثلا ياخد رقم كبير، كان بياخد رقم اقل من المكتوب في العقد. والكلام ده حصل ايام ما كان شيكابالا، لما كان ابو تريكه بياخد 500 و 800 الف، كان شيكابالا بياخد 10 مليون. مش القصه في كده، القصه ان الاداره بتعلن عن رقم والحقيقه غير. ان اللي بيتكتب في العقد انا هديك 10 مليون بس انت هتاخد 2 مليون وفي اتفاقيه بقى، والباقي بيروح فين؟ وده الكابتن عفت نصار اللي هو تصريحاته بتبقى مناصره لمجلس الاداره. اخر رساله بقى بوجهها يا عم موسيماني، يا جدي موسيماني، انت فتحت عين البترول علينا. ايه يا جدي موسيماني، ما تسيبنا في حالنا يا اسطى. خاص اهلي جده مهتم بالحصول على خدمات محمد الشناوي في الموسم المقبل. هو في ايه يا عم؟ خلي بالك هو في ايه اهلي جده بقى؟ هو في ايه؟ انتوا ما كنتوا تخليكوا، انتوا كنتوا تحت مش شايفين حاجه. جدي اللي لعب في دماغكم، جدي موسيماني هو اللي لعب في دماغكم وقال لكم خدوا شويه من النادي الاهلي علشان تبقوا نمبر 1 في السعوديه. بس مش هيحصل ان شاء الله. والشناوي مكمل، وبيرسي تاو مكمل، وكل واحد عقده مرتبط بالنادي الاهلي مكمل. وباذن الله باذن الله كلنا كاهلاويه نحتفل مع بعضينا في مباراه العوده اللي الامن حدد لها 10000 مشاهد متفرج، ولكن باذن الله هيوصلوا ل 50 كالعاده، يعني عشان احنا ننص عين الدوله. بس كده دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، وريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. سلام.